السلام عليكم. معاكم أميرة أبو زيد، إن شاء الله تكونوا بخير. هنشوف مع بعض الوصفة اللي احنا هنعملها دلوقتي. الوصفة دي معايا هنا بلح أسمر أو أسود، قشرته، غسلته وقشرته وشيلت البذور منه أو النوى. بدأت هنا أجيب البلح أحطه في الكبة وهحط عليه رشة من القرفة. تقدري تحطي فانيليا لو مش بتحب القرفة. هاخد البلح كده وهضربه في الكبة لحد ما ينعم معايا. تمام كده، بحط القرفة وضربناه زي ما انتم شايفين كده، بقى عامل زي العجوة او كريمي شوية للولاد اللي مش بيحبوا الفاكهة ومش بيحبوا ياكلوا حاجة، فده يعني يقدروا ياكلوه يعني واحنا مخبيينه كده في الفطيرة اللي احنا هنعملها دي. ممكن كمان ياخدوها معاهم في اللانش بوكس. طبعا انا عاملة الفطير ده وهم بيتفرجوا على ماتش، قلت اعمل لهم حاجة حلوة ياكلوها وهم بيتفرجوا على الماتش كده. وبصراحة الفطير كان وشه حلو والمغرب كسبت، الف مبروك. هنا جبت طبقتين من الجلاش زي ما انتم شايفينه كده كان متبهدل معايا، كان عندي في الفريزر، فقلت اعمله حاجة حلوة وهم قاعدين كده. اخدت هنا الجلاش طبقتين، كل طبقة دهنتها بالسمن البلدي، وبعدين هجيب الاطراف كده وهتنيها. تمام، وبعد ما تنتها برضو هدهن بالسمنة علشان يكون الطبقات بتاعتي مورقة وتكون مقرمشة وهتكون طعمها تحفة. يعني بجد طعمها كان جميل جدا واتاكلت وهي سخنة بألف هنا. كده بحط شوية من البلح، اثبت، ايوه كده. حاول ازود شوية كمان لانها كانت صغيرة. هتني بقى كده، هتني الجلاش بتاعنا واضغط عليها عشان تتفرد معايا. بدهن سمنة زي ما انتم شايفين، كل ما بتني بدهن على طول علشان تكون الطبقات مقرمشة وتكون مورقة. السمنة معايا كانت اتجمدت شوية عشان البرد، بس انا كنت مسيحاها وسبتها قبل ما اشتغل، ولما جيت اشتغل كانت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. بس عادي مفيش اي مشكله كده. خلاص طبقنا خلاص اهوت الجلاش بتاعنا او فطير الجلاش او فطير بالبلح. بضغط عليها عشان اوزع البلح كده جوه الجلاش. هنبدا بقى نعمل كل الورق اللي معايا كده. انا عملت هنا 5 فطاير بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. هدهن الوش بتاعه برضو علشان برضو ياخد اللون الحلو وكمان يقرمش معايا. هدهن كل الفطير كده بالشكل ده. تمام كده. هجيب بقى هنا سكينة وهعمل فتحات كده زي ما انتم شايفين للفطير بتاعي علشان يديله شكل حلو. شايفين الجمال؟ هعمل لكل الفطير بالطريقة دي. تمام كده. يا سلام، ايه الجمال ده! يلا بينا بقى. معايا هنا طاسة على النار، الطاسة معايا سخنة. هنزل هنا بمسحة من السمنة، برضو سمن بلدي بلدي. الحلويات الشرقية بتبقى بتحب السمن البلدي وبصراحة بتبقى تحفة. هبدأ هنا انزل بالفطير، احاول اظبط الشكل بتاعها. هنزل بالتانية والتالتة. الطاسة خدت معايا 3 فطاير، وبصراحة هي كانت فكرة كانت جميلة جدا ان انا اعملها على الطاسة، ما اخدتش وقت معايا خالص.
فيعني لا ولعت فرن بقى ولا حطيت في الفرن ولا استنيت ولا اي حاجة، وانتي واقفة كده بتعمليها على طول، ما بتاخدش وقت معايا. وخصوصا ان هو الجلاش مش كتير، مش طبقات كتيرة، فاستوت بسرعة. تمام كده. هقلب كده الفطير زي ما انتوا شايفين كده، خلاص هي احمرت من تحت. هبدأ اعمل الفطيرة الجنب التاني عشان تحمر معايا. اغطي علشان تستوي وتاخد قرمشة، يعني لازم اغطيها علشان تستوي من جوه. هنشوف بقى هي استوت ولا لسه، او احمرت ولا لسه. انا هنا رحت فين الكاميرا كانت مفتوحة وانا نسيتها ولا ايه؟ على فكرة دي تاني مرة اركب صوت على الفيديو. الفيديو لما حاولت ان انا احمله على اليوتيوب، لقيت فيه جزء كده من الماتش كان شغال. لو انا كنت نزلته خلاص كانت اليوتيوب هيقول لي حقوق طبع والنشر وهيوقف لي الفيديو خالص. فحاولت بعد ما احمل جزء منه حذفته، وحبيت ان انا ارجع تاني ان انا اركب صوت تاني. وهنا انا بقى بقلب الفطير زي ما انتم شايفين كده. وحاولت ان انا يعني الفتحات لما حمرتها او قلبته على الجنب او الوش اللي عليه الفتحات قفل معايا، فابتديت ان انا افتحه كده بشوية بالسكينة وبشويش طبعا، عشان الجلاش بيبقى مقرمش خالص وهيتكسر مننا كده. تمام. هو لسه اللون محتاج شوية، هقلب كده وهغطي عشان اللون بتاعي يحمر ويستوي زي ما قلنا. ايه ايه انتي روحتي فين؟ فينك يا حاجة؟ يا حاجة، راحت فين الست دي؟ حد ينادي عليها. يا أميرة، انتي فينك؟ راحت تتفرج على الماتش ولا ايه؟ سابت الجلاش يولع. ولع لسه. ولع لسه. كل ده على فكرة وانا كنت ناسي خالص ان الكاميرا مفتوحة اساسا. انا طلعت من غير ما اشوف عملت ايه، شكلها ايه. الله ما شاء الله، لونها تحفة. شايفين الجمال؟ ايه ده كمان شالت اتنين مع بعض. برافو يا ميرو، سوبر ميرو. يلا نشيل بقى الجلاش اللي في الطاسة ده عشان نبدأ نحط تاني. شيل الجلاش ده يا ماما عشان ما يتحرقش. رحت فين يا حاجة؟ سامعاني؟ ايوه شيلي كده، برافو عليكي. تمام. هنغطي عليهم بقى علشان برضو يحمروا من تحت ويستوي. وهنشوف بقى احلى فطير تقدري تعمليه. وبصراحة انا ما شفتهوش عند يعني حد جربه قبل كده او حد عمله قبل كده. انا هنا الفطير ده هحط عليه شوية صوص كراميل. الصوص ده كان في التلاجة فكان تقيل، مش عارفة انزله من الازازة، فبضغط عليه جامد كده فما بينزلش، فحاول تاني ان انا هنزله. تقدري تحطي شوية سيرب من بتاع الكنافة او الجلاش. تقدري ان تحطي سكر بودر، تقدري ان انت تحطي كمان عسل ابيض. اي حاجة تكون فيها تسكيرة كده تخلي الفطاير بتاعتنا فيها نسبة من السكر. انا حبيت ان انا احط كراميل، هيكون تحفة مع البلح ومع القرفة. انا بجد يعني بجد عجبني جدا جدا جدا. ان شاء الله هتجربوا الوصفة هتعجبكم. ما تنسونيش في اللايك والشير والسبسكرايب للقناة وتفعيل زر الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد. وكانت معاكم أميرة أبو زيد، ويا ريت تعملوها وتطبقوها وتقولي لي ايه رأيكم فيها. هستنى رأيكم، وبالله عليكم ما تنسوش لايك علشان يرفع الفيديو. باي باي. انتوا لسه هنا؟ طب ما تنسيش اللايك. شايفين انا بقطعها
مقرمشة مورقة، طعمها يجنن. انا اكلت واحدة كده وانا بصور معاكم، والتانيين بقى سبتهم للي بيتفرجوا على الماتشات عشان ياكلوها وهي سخنة بصوص الكراميل التحفة ده. رهيبة. لسه معايا؟ ما تنسيش تحطي لي كومنت حلو، وان شاء الله هننزل بوصفات جديدة ومختلفة وهتعجبكم جدا. يلا اشوفكم على خير، باي باي.